الشعور بالراحة بعد كل وجبة. ساعات بنحس إنه حلم صعب المنال. طيب، تخيلوا لو الحل لمشكلة الانتفاخ اللي أغلبنا بيعاني منها موجود في مكون طبيعي وبسيط جدا. يلا بينا، اليوم حنفتح سوا صيدلية الطبيعة ونكتشف سر راحة الأمعاء. مين فينا ما حسش الإحساس ده؟ الانتفاخ والثقل بعد الأكل شعور مزعج جدا وبيكون مألوف لناس كتير. بس المفاجأة الحقيقية إن الحل ممكن يكون قدام عينينا ومش واخدين بالنا. بالظبط، الحل السحري والطبيعي ده مستخبي في المطبخ عندنا. مش بنتكلم عن دواء معقد أو تركيبة غريبة، لا، هو مجرد مكون بسيط وموجود في كل مكان، مستني بس إننا نكتشف أسراره. تمام، يبقى خلينا نتعمق أكتر في المشكلة دي ونشوف إزاي مكون واحد بس، البسباس، ممكن يكون هو الحل السحري اللي بنوعد بيه نفسنا عشان نوصل للراحة والخفة. في تونس بالذات البسباس ليه قصة تانية خالص. هو مش مجرد خضار بنحطه على السلطة والكسكسي وخلاص، لا، هناك بيشوفوه كأنه صيدلية متنقلة للأمعاء. ده جزء من تراثهم في الأكل وفي حكمة الأجداد كلها عن صحة الجهاز الهضمي. طيب، السؤال المهم هنا، إيه اللي بيخلي البسباس بالتحديد هو صديق الأمعاء؟ يعني إيه السر العلمي ورا الفوائد المذهلة دي؟ يلا بينا نكتشف ده حالا. البسباس بيشتغل بطريقة متكاملة ومدهشة بصراحة. نبدأ بأول حاجة، الزيوت الطيارة اللي فيه، زي مركب اسمه الأنيثول. دي بتعمل على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، وبالتالي بتساعد على طرد الغازات. تاني حاجة، هو بيساعد المعدة إنها تفرز الإنزيمات اللي محتاجاها، فالهضم بيكون أسرع وأسهل بكتير. ومش بس كده، ده كمان غني بالألياف، ودي طبعا بتنظم حركة الأمعاء وبتمنع الإمساك. وآخر وأهم نقطة، إن خصائصه المضادة للالتهاب بتحمي جدار الأمعاء، وده شيء مفيد جدا للناس اللي بتعاني من حالات زي القولون العصبي. تمام، كده فهمنا ليه البسباس مفيد. يبقى فاضل السؤال الأهم، إزاي بقى نقدر ندخل المكون الرائع ده في أكلنا اليومي عشان نستفيد من كل الخصائص دي؟ الموضوع بسيط جدا وفي 3 طرق عملية. أول طريقة، ناكله ني في السلطة، كده بنستفيد بأقصى درجة من الألياف وفيتامين سي. الطريقة التانية، نعمله شاي، كوباية مية دافية مع بذور البسباس بعد وجبة تقيلة، دي بتريح الأعصاب والأمعاء في دقايق. والحل الثالث والأخير هو أننا نضيفه في طبخ زي في الكسكسي أو اليخنات، وبكده بنضيف نكلة تحفة وقيمة صحية كبيرة لأطباقنا. وقبل ما نخلص، في نصيحة أخيرة بتلخص كل فكرة الأكل الصحي، وسؤال ممكن يفتح باب النقاش والتفاعل. في حكمة مهمة بتقول: التوازن هو سر الصحة. لما يكون في وعي بمكونات الأكل، بنقدر نعرف إيه اللي بينفع جسمنا وإيه اللي بيتعبه، ودي هي النقطة الجوهرية. الموضوع مش بس عن البسباس، الموضوع أكبر من كده، هو عن فهمنا للأكل اللي بناكله وإزاي بيأثر على صحتنا. وفي النهاية بيفضل السؤال مطروح، يا ترى إيه الأفضل، ناكل البسباس في السلطة ولا مطبوخ في الكسكسي؟ وهل تأثيره المريح ده بيكون ملحوظ فعلا؟ من المثير للتفكير إننا نسمع عن تجارب الناس المختلفة مع الكنز الطبيعي ده.